طرقت الباب فقيل لي من الطارق، فقلت لا نائم ولا سارق، بل مفتون وعاشق من رحيق الدكتور أخي الحرام. الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشكاة الأنوار، وعلى آله الأطهار، وعلى صحابته الأبرار، وجميع من اغترف من معينهم من الصالحين والأخيار. سعيد أن أسهم مرة أخرى في هذا اللقاء العلمي والرباني برحاب هذه الزاوية العامرة لله، والمضامنة جدرانها بالصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعيد أن أشارك هؤلاء الأحباب فرحتهم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. فنحن في أيام كلها سرور ورقة وفرح بالنبي الكريم، وهو فرح منصوص عليه شرعا في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية فقال أن فضل الله هو العلم، وأن رحمته المنصوص على الفرح بها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى في القرآن يشرح بعضه بعضا، لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وفي هذا الحديث إشارة لطيفة لأبي العباس المرسي الكبير الإمام المجدد العالم الكبير أبي الحسن الشاذلي، يقول فيها: كل الأنبياء إلى رسلهم كانوا عطية، بينما رسولنا صلى الله عليه وسلم هو إلى أمته هدية. وهناك فرق شاسع بين العطية والهدية. العطية تكون للمحتاجين، بينما الهدية تكون للمحبوبين. وصلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا رحمة مهداة، والهدية عرض محبة، لقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. إذن لماذا هذه الإشارة الشرعية؟ لنعرف أين نحن وماذا نقوم به نحن الآن وهنا، ومن أجل ماذا. الأمر لا يتعلق بجلسات لهوية أو لغوية، الأمر يتعلق بجلسات علمية ربانية يؤجر من يقوم بها ويحرم أجرها من لا يقوم. الأمر الثاني وهو أنه صلى الله عليه وسلم كافأ من مدحه، فلم يكن كعب بن زهير غاويا لما مدحه بمرأته الشهيرة بانت سعاده فعفى عنه وألبسه مودته، ولم يكن حسن بن ثابت غاويا لما نصب له المنبر في المسجد النبوي ودعا له بقوله: أيدك الله بروح القدس. إذن يجب أن نصغي إلى كلام العارفين والعلماء، وأن نبتعد عن إطلاق الأحكام الجاهزة المبنية على فراغ في الفهم وغير ذلك مما يقتضي الاستغفار منه بدل التمادي فيه. هذا اللقاء هو لقاء رباني في عيد، وليس مجرد ذكرى، إذ يتحرج البعض من تسمية المولد النبوي بعيد، فيقول ذكرى المولد النبوي.
مثل سائر الذكريات العادية التي يمكن أن يحتفيها المرء في حياته، معتبرا أن العيدين المنصوص عليهما هما عيد الفطر وعيد الأضحى. لنتساءل سؤالا جدليا: لو لم يخلق للمصطفى صلى الله عليه وسلم هل كان لنا أن نحتفل بعيدي الفطر أو الأضحى؟ إذا من هو العيد بالحقيقة؟ هو عيد مولده صلى الله عليه وسلم، حتى قال الشاعر: المسلمون ثلاثة أعيادهم الفطر والأضحى وعيد المولد، فإذا انقضت أعيادهم فسرورهم لا ينقضي أبدا بحب محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل آخر على كون احتفالنا هذا ليس فقط شرعيا وإنما مندوب إليه الحديث الشهير الوارد في صحيح الإمام البخاري، والذي يحكي فيه أن ابن عباس رؤي أبو لهب في المنام، فسئل عما فعل الله به فقال: في نار جهنم، إلا أنه يخفف عني كل اثنين. قيل له: ولماذا؟ قال: لعتق ثويبة، هذه الثويبة الإسلامية كانت جارية عند أبي لهب، فلما أقبلت تبشره بولادة ابن عم ابن أخيه الذي سوف يسمى محمدا أو رحمة البشرية، فرح بهذه البشارة فأعتقها، فكان ذلك يوم الاثنين، فجزاء هذا الاعتاق أصبح يخفف عنه في عذابه لفرحه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشاعر: إذا كان هذا كافرا جاء دمه بتبت يداه في الجحيم المخلدة. في أبي لهب نزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب. جاء أنه في الاثنين يخفف عنه للسرور بأحمد. فما الفعل أو فما الشأن بمن مات موحدا وكان سروره دوما بأحمد محمد أو بأحمد؟ إذا صلى الله عليه وسلم الفرح به أمر شريف. أيضا لقول سلطان العلماء العز بن عبد السلام أن الفرح يشرف بالمفروح به، ومن هو أشرف من سيد البشرية الذي قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذا لا بد من الإشارات حتى نعي ما نحن فيه من مكرمة ومن مقام رفيع، وحتى نرى أن حديثنا هذا ليس حديث لهو الأولاد، وإنما هو حديث في صميم الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى أحد العارفين بالله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ومعروف الحديث الصحيح وارد أيضا الصحيحين أن من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله: ما قولك يا رسول الله فيما يفعل في الموالد من أفراح؟ هل تنكرون؟ قال: لا أنكر منه شيئا، لأن نروها هذه العبارة النبوية، لأن من فرح بنا فرحنا به، من فرح بنا فرحنا به. طبعا هذا الفرح بالمصطفى يجب أن يكون وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يكون أيضا فرحا من شرعيا. ومن مظاهر الفرح التغني بمدائحه وشمائله، وحتى نفهم الغاية التي من أجلها أنشأ هذه المدائح نقرأ هذا النص النفيس لأحد العلماء الكبار المؤصلين للمديح والسماع، والشيخ محمد بن عبد الله الرباطي في كتابه الذي أشار إليه أستاذنا سليم عبد الجليل فتح الأنوار في بيان ما يعين على محمد بن مسعود. لما كانت محبة هذا النبي الكريم فرضا على الأعيان، هذا
لا يحتاج إلى بيان، فالأحاديث في ذلك كثيرة. لا يؤمن أحدكم عن تعبد الأحبة إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وحكايته مع سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من النصوص المعروفة. يقول: لما كانت محبة هذا النبي الكريم فرضا على الأعيان، والصلاة عليه من أجل ما تلفظ به اللسان، وأمداحه وذكر أوصافه الجميلة وشمائله الشريفة الجليلة من أفضل ما اعتنى به الإنسان، لأن ذلك ذريعة ووسيلة إلى محبة الرحيم الرحمن. هاجت أفئدة أقوام جذبتهم عند السعادة، وأكرمهم الكريم بالحسنى وزيادة، فاقتطفوا من رياض محاسنه بديع الأزهار، وقلدوا بها جنود الموشحات والأشعار، واتخذوا لذلك طبوعا وألحانا ونغمات وأوزانا، رغبة فيما يقوي محبة هذا النبي الكريم. إذن المقصد هو زرع محبة المصطفى في القلوب والأفئدة، لأنه إذا أحب المرء شيئا أكثر من ذكره فأكثر هؤلاء من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلق بأخلاقه وتحلى بشمائله وسار على سنته وهديه. إذا لاحظوا أن الغاية من هذه الألحان والأنغام والأشعار هي زرع محبة المصطفى في الأفئدة والقلوب صلى الله عليه وسلم. لذلك اختاروا الألحان والأنغام لما ورد أيضا في السنة الصحيحة من الاعتناء بالصوت الحسن. فقصة أبي موسى الأشعري تعرفونها في تجربة القرآن الكريم، الذي لما سمعه المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، حتى قال له: لو علمت أنك تسمعون حضرته لك تحذيرا. ولماذا اختار بلال عليه السلام ليكون مؤذنا؟ لأنه كان أندى الصحابة صوتا إلى غير ذلك. إذا نحن في قلب السنة النبوية الشريفة، وهؤلاء مقاصدهم كانت مقاصد نبيلة. لذلك اعتنت الزوايا بالمديح والسماع. الزوايا كان عليها وبقى واهتم بتدبيرها والقيام بشؤونها كمؤسسة علمية روحية جهادية إصلاحية قام عليها علماء. سيدنا عبد الله بن حسن كبار العلماء من الحالي والمجاهدين، وسيدي أحمد بن عاشر أحمد بن جواره أحد كبار الأعلام في المدعي، كبار العلماء في العالم الإسلامي. ولا بد أن أشير في هذا المضمار إلى قضية العيد، أن ابن عباس رضي هذا العالم الكبير خطيب القراويين وصاحب رسائل الصغرى والكبرى والفتاوى الشهيرة إلى غير ذلك، جاء إلى سيدي أحمد بن عاشر رضي الله عنه، فنزل في ضيافته، فقام الشيخ الجليل بإكرام هذا العالم الذي جاء متتلمذا معاقبا ليس فقط زاحما، فقدم له الطعام فقال له ابن عباس إني صائم. فماذا أجابه الشيخ؟ قال: لا يجوز الصيام يوم العيد، واليوم يوم عيد ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف كان هؤلاء الناس يتعاملون. هذه الأجواء تمت العناية بالمديح والسماع على مستوى الأنغام على مستوى الألحان. هؤلاء كما تفضل الدكتور سيدي الشام في إشارة لطيفة، لم تكن عنايتهم بالموسيقى والألحان عناية مجانية من أجل الطرب أو اللهو أو ما سوى ذلك، كانت من أجل التربية، من أجل التأثير. كانوا يبحثون عن كل الوسائل التي من شأنها أن تلطف النفوس وتهذبها وترققها وتجعل أمر الوعظ والنصيحة ساريا ذا أثر وثمار. ألا نتساءل في كثير من الأحيان لماذا يكثر صراخنا في الوعظ ولا يتمع؟ لماذا تكثر دروسنا ولا ثمار لها عمليا؟ هل دائما الناس قلوبهم غفل
أما ثمة وسيل نقائص في طريقة وأساليب تأثيرنا وإبلاغنا للرسالة. من بين الوسائل التي كان هؤلاء يتعاملون بها كان يبحثون عن كل الوسائل التي تتلائم مع الفطرة البشرية الجنوقية بالإنسان. والفطرة البشرية ميالة بطبيعتها إلى الجمال، إلى الرائحة الطيبة، إلى الملبس الحسن، إلى النظافة، إلى الأصوات العذبة كما أشار سيدي يونس. في الطبيعة في خليج المياه صوت العذب، في أصوات الطيور أصوات عذبة. لهذا قال العارفون وعلى رأس الأمن ديال الغوث: لا تحسب الزمر الحرام مرادنا. تسمعوا ذلك أحيانا الإنسان يمج كلمة الموسيقى لما أصبح تدل عليه في زماننا المعاصر أشياء ربما قد لا تتلائم مع الشرع، ولكن هؤلاء يقولون لنا وهم علماء متطلعون في الشريعة ومحدثون كبار ومفسرون كبار وليسوا من عامة الناس. هؤلاء علماء يخل عنهم يقولون لنا أحدهم أبو ديال الغوث: لا تحسب الزمر الحرام مرادنا مزمارنا التسبيح والأذكار. إذن هؤلاء استعملوا النغم واستعملوا الألحان العذبة واستعملوا الموسيقى، استعملوها بغاية الغاية، بغاية الرقي بالنفوس وتطهيرها. وحتى أعطيكم الحجة ليس كلاما، أحكي لكم حكاية واقعية ولا ستعرف تجربها وحدة، فالنص موجود في الزاوية الثامن والزين، أن أحد العلماء والعارفين الكبار الذي هو الشيخ سيدي محمد الحراق ذات في تطوان كان ذات مرة عابرا بالطريق فسمع الموسيقيين يطربون ويتغنون في نشاط وزهو ونشوة بصنعة لأهل الفن من قدام العشاق، وهي بالولاء هي القصيدات الدارجة المغربية. الصبح كشريف الخالي زارو ولبس من الدباج الفار، هذه من يرجع لكم ناجح حالك، هذه صنعة قدامي العشاق. فالشيخ طلب لهذه القطعة المغناة. ماذا فعل؟ عاد إلى بيته ونظم قصيدة أخرى على مقاسها وعروضها ووزنها وأعطاهم إياها، فلما تغنوا بها وجدوها على نفس قياس القصيدة الأولى فأعجبوا بها وبدأوا يتغنون بها. لكن ماذا فعل الشيخ؟ القصيدة الجديدة التي نظمها كلها حض على ذكر الله، كلها حض على محبة رسول الله، كلها حث على التحول من التغني بالجمال في الطبيعة إلى التأمل والتأثر والتفكر والتدبر في مبدع هذا الجمال الذي من أسمائه الجميل. إن الله جميل يحب الجمال. لاحظوا الطريقة التربوية التي سلكها. وسيقول البعض هؤلاء سوف يتغنون بالقصيدة ولن يلقاه معناها، لكن للرجل فلسفة في الفهم. قال لما سأله أحد الناس: والشيخ الجليل العالم الكبير أصدق أن يتغنى بأشعارك في أذكار الفجور ومن لدن أناس هم في طغيان وفسوق وما سوى ذلك؟ فماذا أجاب؟ قال له: الحمد لله الذي أعجبه هذا الكلام، لأنه سوف يكون دليلهم إلى الهداية، لأنه حين سوف يقرؤون تلك النصوص لن يعبأوا أحيانا بمعانيها، سوف يهتمون باللحن، ولكن الألفة سوف تقودهم إلى تأمل شعرها وتأمل معانيها، وقد يكون
ذلك سببا في هدايتهم وتوبتهم، ولأن يهدي الله على يديك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس. وهو في ذلك يستضيف بالحكمة العطائية التي يقول فيها صاحب الحكام: رب ذكر مع غفلة خير من غفلة عن الذكر. رب تقول سبحان الله العظيم أو تذكر الله وانت غفلان أحسن من أنك ما تذكرش الله إطلاقا، لأن هذه المرتبة متقدمة التي سوف تكون لحظة تقودك إلى ذكره مع حضور ومع خشوع. إذا لاحظوا أنه حين كانوا يستعملون الأنغام أصوات الإنسان وما سوى ذلك، كانوا يستعملونها لغاية تربوية أخلاقية تطهيرية تهذيبية ترقي وتسمو، ولم يكن هدفهم هذا الذي نمجه ويمجه الشرع. طبعا هؤلاء الذين نتحدث عنهم علماء الشريعة، وهذا الشيخ الذي نحن بصدده كان يتقن 16 علما لتفسير وحديث وفقه وأصول دين وأصول فقه وبس. هذا ليسوا ناس عاديين، وهذا هو الذي يقول في تحيته: ومكن بكف الشرع أمرك كله ودونك إن لم تفعل الباب سدته. فهذا الرجل عن هذا البيت كان أحد تلاميذ هذا الشيخ ذات مرة، وهو بناء، كان بناء، كان يشتغل يبني لأحد العلماء. تعرفون من هو العلماء؟ العلماء الشيخ الكبير محمد بن مدني بن نون، والذي له كتاب في دم السماع ما كان يراه في زمانه من حرافة الزجر والإقماع. إذا هذا الرجل، هذا البناء، رجل يشتغل كي يذكر الله بالنهار ويستعمل أثناء ذكر أشعار كلام أهل الله، وكان يقول هذا البيت: ومكن بكف الشرع أمرك كله وإن لم تفعل الباب سدته. فوقف عليه فجأة الفقيه البناء، طبعا خاف أن يؤنبه الفقيه على سماعه، وخاف أن يتقول في شيخه فيغضب فيكون سببا في شنآن بينهما، فصمت. فطلب منه الشيخ الفقيه النون أن يعيد البيت، فخاف البناء فأكد عليه الفقيه أن يعيد البيت. فلما قال له إنه يقول: ومكن بكف الشرع أمرك كله ودونك إن لم تفعل الباب سدته، أجابه الفقيه قال: والله لو أدركت هذا الشيخ لأخذت عنه. هذا هو التصوف، إذ لا دخول إلى التصوف ليسمى الحقيقة إلا من باب الشريعة. إذن هذه إشارات، فائدة منها هي ما كان يقوم به هؤلاء من تأصيل لسلوكهم والعناية بالسمع وبالمديح. ومن يرجع إلى النصين الأساسيين المركزيين في المديح النبوي الشريف، وهما بردة وعنزية الإمام البوصيري، فالأمر يتعلق بسيرة نبوية منظومة، كأنك تقرأ سيرة ابن هشام وابن إسحاق أو في السهيلي أو ما سوى ذلك. هي سيرة نبوية منظومة، بل إنها كانت تشرح وتدرس السيرة النبوية في الأزهر الشريف انطلاقا من متني البردة والهمزية. لأجل هذا حافظت الزاوية على السمع، لأجل هذا خرجت الوالدين المسلمين، لأجل هذا اعتنت في مواسمها بالذكر والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا أغنت مدونة السماع بالمديح بالأشهار.